العاشرة تماما بتوقيت أسمراء إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. استقرار نسبي لأوضاع الجراد الصحراوي في البلاد. صيانة طريق سرجق شمانغوس تحتاي. جهود لحل مشكلة مياه قلعلو. موزمبيق وتنزانيا تبدأان عمليات مشتركة لمحاربة متمردين. ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن دون أن يقر مباشرة بهزيمته. والأمم المتحدة تحذر من انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون. أهلا بكم. أعلنت وزارة الزراعة عن استقرار نسبي لأوضاع الجراد الصحراوي الذي انتقل إلى البلاد من دول الجوار بصورة متكررة منذ شهر أغسطس 2020. وأوضح مسؤول مكافحة الآفات المهاجرة في وزارة الزراعة السيد تيدروس لوكالة إيرينا أن إسراب الجراد الصحراوي التي انتقلت من إثيوبيا عبر الإقليم الجنوبي وانتشرت في البلاد عامة تم السيطرة عليها بالمتابعة وأعمال المكافحة القوية. وأكد عدم إلحاق إسراب الجراد أضرارا تذكر لتضافر جهود قوات الدفاع والشعب والإدارات والمهنيين الزراعيين. وقال مسؤول تنمية النباتات في أقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد جهير إن الأقليم يعتبر المكان الأساسي والأوسع لتكاثر الجراد الصحراوي. وشهدت هذه السنة أنشطة مكافحة مزدوجة نتيجة الغزو المتكرر للجراد المهاجر والمتكاثر محلياً. وأشاد بالتنسيق والتفاني الذي ظهر في أعمال المكافحة، وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالمزارع لا تتجاوز نسبة 1% من المزارع الموجودة في مساحة أكثر من 20,000 هكتار. ونبهت وزارة الزراعة أنه رغم استقرار وضع الجراد إلا أن الخطر لا زال قائما، وعلى جميع الجهات الحكومية والشعبية مواصلة الاستعداد لأي طارئ. يقوم السكان بدعم حكومي بصيانة طريق سرجق شمانغوس تحتاي الترابي البالغ طوله 5.3 كيلومتر. ويتوقع الانتهاء في شهر يناير 2021 من أعمال الصيانة الجارية بالنفير والآليات للطريق الذي سيكون عرضه 12 مترا. وقال مديرية سرجق السيد كفلا ماريم جبر مسقل لوكالة إيرينا إن سكان شمانغوس تحتاي ظلوا يطالبون باستمرار لصيانة الطريق لعدم وجود خدمات المواصلات لدرء الطريق. وقد بدأ العمل في الصيانة بعد إكمال التجهيزات اللازمة. من جانبه أوضح مدير ضاحية شمانغوس تحتاي السيد تسفا قرقيش أسفها أن حوالي 220 مواطن يشاركون يوميا في أعمال الصيانة، وقد أنجز 75% من أعمال الصيانة. وذكر السكان بأنهم كانوا يعانون من خدمات المواصلات، وخاصة نقل المرضى والحوامل إلى المؤسسات الصحية، وذهاب طلاب المرحلة الثانوية مسافة ساعة إلى المدرسة. أعلن مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم الجهود الجارية لتخفيف مشكلة مياه في مختلف ضواحي المديرية. وذكر إرساء مشاريع المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والمحركات والدفع اليدوي لحصول السكان على مياه الشرب الصالحة. ويوجد برنامج لإرساء مشاريع المياه في 4 ضواحي عام 2021 لم تحصل الخدمات بسبب عدم تجمع القرى ورداءة الطرق. وأشار إلى بناء خزانات المياه الجوفية في ضاحيتي دلح ومكعنيلي ومناطق أخرى، وبناء الحفاير في المناطق التي تشهد نقص المياه. وأوضح بناء خزان مياه سعة 250 برميل في بلدة قلعلو لزيادة كمية مشروع مياه البلدة بتكلفة نصف مليون نقفة. ودعا السكان لتعزيز المشاركة في برامج التنمية الجارية وتجمع القرى المتناثرة في الأنحاء للحصول على الخدمات الاجتماعية. وتبعد مديرية قلعلو مسافة 135 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مصوع، وتوجد بها 12 ضاحية.
قام مكتب وزارة الزراعة في مديرية دباروا بتقديم 20,000 من الفراخ ذو شهر واحد بأسعار مناسبة للمزارعين بهدف توسيع الزراعة الأسرية المسقرة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وأوضح خبير تربية الحيوانات في المكتب السيد يوناس عقبة ميكائيل أن الفراخ قدمت ل800 مزارع بموجب الطلب المقدم مسبقا في ضواحي ترى أمني وشكتي وجزالمزة ودباروا. وأشار إلى استمرارية عملية توزيع الفراخ داعيا العناية بها جيدا لتكاثرها، مؤكدا تقديم وزارة الزراعة الأدوية اللازمة لها. قال مسؤول عيادة رحيتة في أقليم جنوب البحر الأحمر الممرض عثمان نور إن الاستفادة الجيدة للسكان من العيادة يساهم كثيرا لضمان صحة سكان رحيتة وضواحيها. وأوضح أنهم يتجولون في القرى المجاورة لتقديم التوعية والخدمات الصحية إلى جانب خدمات العيادة. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم، موضحا الدفع بأنشطة إصحاح البيئة لدرء الأمراض. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث قالت صحيفة النوتيكياس الحكومية في موزمبيق إن موزمبيق وتنزانيا ستبدأان عمليات مشتركة لمحاربة تمرد إسلامي بموجب اتفاق يشمل كذلك تسليم نحو 500 شخص يشتبه أنهم متشددون. ويتركز التمرد المستمر منذ 3 سنوات في إقليم كابو ديلغادو في أقصى شمال موزمبيق، الذي يفصله عن تنزانيا نهر روفوما، والذي يضم منشآت غاز تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار. وفي أكتوبر امتد التمرد عبر الحدود عندما هاجم نحو 300 متمرد قرية تنزانية، ويعتقد كذلك أن كثيرين من عناصر المتمردين قدموا من تنزانيا. وقالت الصحيفة إن الاتفاق يشمل قيام الدولتين بعمليات مشتركة في موزمبيق والتعاون في مجالات مثل تبادل المعلومات، في حين سترحل تنزانيا 516 مشتبها في أنهم من المتمردين المحتجزين لديها إلى موزمبيق. وقال قائد شرطة موزمبيق برناردينو رافاييل بعد توقيع الاتفاق في تنزانيا في مطلع الأسبوع أن الاتفاق يتيح لنا العمل معا للسيطرة على ضفتي نهر روفوما، وشكر تنزانيا على استعدادها للتعاون. في أول قرار غير مباشر له بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الضوء الأخضر لحصول فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، فيما بدأ الأخير بتمسية أعضاء إدارته الجديدة. ورغم تخليه عن موقفها الرافض منذ أسبوعين للإفراج عن الدعم في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، إلا أن الرئيس الجمهوري لم يعترف بعد مباشرة بفوز الديمقراطيين، وتوعد بمواصلة المعركة فيما يستمر بتقديم الشكاوي القضائية لإثبات حصول تزوير في الانتخابات التي عقدت في 3 من نوفمبر لكن دون جدوى. وسارع فريق بايدن إلى الترحيب بهذه الخطوة الضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة. ويستعد الديمقراطي لدخول البيت الأبيض في 20 من نوفمبر مع عديد من الشخصيات التي عملت مع إدارة أوباما، مثل أنتوني بلينكن الذي سيكون وزير الخارجية المقبل، وجانيت يلين التي ستتولى وزارة الخزانة. أعلنت وكالة أممية أن التباطؤ الصناعي الناجم عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد لم يخفف الارتفاع القياسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات الدفيئة المساهمة بصورة أساسية في احترار المناخ.
وبحسب النشرة السنوية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعا كبيرا في العام 2019، واستمر المنح عينه في 2020 في العام الذي أرقم وباء كوفيد-19 الكثير من الدول على وقف عجلة الاقتصاد. وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن انخفاض الانبعاثات المرتبطة بالعزل لا يمثل سوى نقطة صغيرة على المنحنى على المدى الطويل. وجاء في النشرة السنوية للمنظمة أن خلال فترة توقف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل، سجلت الانبعاثات العالمية اليومية لثاني أكسيد الكربون انخفاضا يصل إلى 17% بسبب تدابير الإغلاق. قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبار شانغي 5 لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة. وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين. وبإطلاق مهمة شانغي 5 تبدأ مرحلة جديدة في المشروع الفضائي الصيني الطموح الذي حقق مطلع العام 2019 إنجازا علميا غير مسبوق بعد محطة مركبة تابعة لهذه المهمة على جزء من القمر تتعذر رؤيته من الأرض. ومهمة المسبار شانغي 5 جمع عينات من القبار والصخور القمرية خصوصا عبر سبر السطح إلى عمق 2 متر ثم إرساله إلى الأرض. وقد تساعد هذه العينات العلماء في تحسين فهم التاريخ القمر. ومن المتوقع أن تهبط المركبة الصينية على القمر في نهاية نوفمبر الجاري، في حين أن جلب العينات إلى الأرض مرتقب في مطلع ديسمبر أو أوسطه. نهاية النشرة، إلى اللقاء.